السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهاردة هنعمل مع بعض صينية كفتة على بطاطس بجد خطيرة، هتعجبك جدا وطريقتها سهلة وبسيطة ومش تاخد منك وقت خالص ولا مجهود. كلنا يبقى عندنا ساعة لحمة مفرومة وعايزين نعمل بها حاجة جديدة ومختلفة. بجد الطريقة دي تناسبك وهتعجب اولادك بإذن الله. يلا نسمي الله ونقول المقادير. معانا بطاطس متقطعة بالشكل ده كده، ومعانا كيلو لحمة مفرومة. هنجيب اي صينيه عندك وتفضي فيها البطاطس، وطبعا اي كميه بطاطس انت عايزاها. وهنحط عليها معلقتين سمنه وشويه زيت، وهنحط بقى التوابل، الملح وفلفل اسمر وشويه كمون، وهنقلب كل ده مع بعض. كده خلاص بقت معانا بالشكل ده كده. ومعانا 5 حبايات طماطم. هنبدا، انا هنا عايزه الطماطم من غير قشر، فهبدا بقى اقشرها. وبعد ما قشرتها كده هبدا بقى اقطعها على البطاطس. كده خلاص هنبدا بقى نقلب كله على بعض. كده خلاص جهزت معانا. هنا بقى هنجيب بصلايه كبيره بالشكل ده وهبدا ابشرها. وبعد ما بشرتها كده صفيت الميه بتاعتها وخدت التفل بس، وهنزل باللحمه. انا جبت طبق كبير عشان اعرف اقلب كله على بعض، وحطيت البصل. انا هنا احتجت بصلايه تاني وانا ببشر البصل، يعني حطيت بصلايه كبيره وبصلايه صغيره. وحطيت ملح وحطيت كمون، واحط فلفل اسمر. ومعانا كيس بيكنج باودر. البيكنج باودر ده اساسي عشان بيخلي اللحمه ما تكشش منك وتفضل زي ما هي صباع بصباع. وحطيت معلقه نشا. النشا دي اختياري، لكن البيكنج باودر ده اساسي. واخلط كله ده مع بعض، وبقت معانا بالشكل ده. هبدأ بقى اصبعها على البطاطس. طبعا بتصبعيها زي ما انت حابه، يعني ولا تصبعها ولا كبير ولا صغير. كده خلاص صبعنا كل الكفته. هنبدأ بقى نحطها على النار، وهنحط عليها نص كوبايه ميه علشان البطاطس معانا تستوي. وهنغطيها، واول ما تبدأ تغلي معانا بالشكل ده كده هنروح مهدين النار بقى عليها. كده خلاص بعد كده ببدأ بقى اعريها واشوفها. لو لقيت البطاطس معاكي استوت ببدأ بقى احطها في الفرن. انا بحطها في الفرن من تحت، اولع عليها من تحت تغلي شويه كده من تحت كده، وبعد كده اولع عليها الشوايه تاخد لون. وبعد كده بتطلع معاكي بالشكل القمر ده. بجد تحفه، بجد والله جربيها وان شاء الله هتعجبك. والبطاطس اللي تحت شاربه كده من الصوص اللي بينزل من اللحمه، فمديها طعم جميل قوي. ينفع تعملي جنبها شويه رز تاكليها بالعيش، الاتنين حلوين قوي. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، بجد يا رب يعجبكم. وما تنسيش تعملي لي لايك وشير ومتابعه القناه عشان يوصلك كل فيديوهاتي. واشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.